السلام عليكم حبيباتي مدبراتي، ربي تكون بخير بصحة وبعافية. اليوم بربي راح نحكوا على موضوع الدين الحسن اللي يقلب عداوة. إذا أهلا بكم في خطوات مالية. اليوم موضوع يمس كل عائلة جزائرية تقريبا، حتى لو ما تحكيش عليه بصوت عالي. القرض بين الأقارب والأصدقاء، وكيفاش نية طيبة تقدر تتحول لعداوة وقطيعة تدوم سنين. راح نحكيو بصراحة بلا ما نسمي حد، غير به نفهمو كيفاه الميكانيزم ونتعلمو كيفاش نحمي علاقتنا ودراهمنا في نفس الوقت. الجزء الأول: علاش القرض بين الأقارب أخطر من قرض البنك. قرض البنك عنده قواعد واضحة، مبلغ محدد ومدة محددة، وعقد مكتوب. إذا ما خلصتيش البنك يتبعك بالقانون. لكن العلاقة شخصية ما تتأثرش طبعا، هذا راه بنك ماهوش شخص. وعلى العكس الجانب الآخر، القرض بين الأقارب هو العكس تماما، يعني غالبا ما يكونش فيه أي شيء مكتوب. المبلغ يتفق عليه بالكلام فقط لمدة كي تقدر معناها كي تقدر ترجع لي ما كانش ضمان. عندهم هذه العبارة كي نقدر نرجع لك، ما كانش ضمان لا زماني ولا ولا مكتوب ولا مدون. إذا هذا الغموض هو اللي يخلق المشكل. يعني الطرف اللي يسلف يبقى ينتظر، يبقى ينتظر بصمت. الطرف اللي يتسلف يحس بالحرج كل ما شافه، حتى في المناسبات العائلية، يعني عيد ولا فرح ولا قرح اللي يجمع العائلة كامل هنايا. شغل لا شافوا تلاقات العين بالعين هو يحشم ويحس بالحرج وما يقدر لا يهدر لا حتى حاجة. كما هاك العلاقة بشوي بشوي تتأثر وتروح للسلب. هنا كما نقولوا الجزء الثاني هي قصص نمطية بلا أسماء، معناها كما نقولوا نديروا سيناريوهات كما نقولوا محتملة، كما نقولوا وش يصرى في هذه الحالة. خلينا نحكيكم على زوج سيناريوهات نمطية نشوفهم بزاف في مجتمعنا. السيناريو الأول: مثلا الأخ يسلف خوه باش يفتح مشروع والمشروع يفشل، يحس أنه خسر دراهمه، والطرف الآخر يتفادى اللقاء بسبب الحرج. شغل أولا السيد هذا اللي سلف زاقات عليك، شغل راهو أولا دار الخطأ الأول، سلف الدراهم، والخطأ الزوج فشل المشروع تاعو. ما هو بالمشروع له طريق به يرد الدراهم. هنا كما نقولوا هذا خطأ. السيناريو الثاني: صديقة اللي تسلف صديقتها باش تجهز العرس وتقول لها نرجعهم لك بعد العرس بشهر. يعدي العرس وتعدي أشهر وموضوع يولي حساس، ما حد يجرأ يحكي عليه، والصداقة تبرد بشوي بشوي بلا ما حد يقول سبب صراحة. إذا هنا كما نقولوا هذو الزوج سيناريوهات مشهورين عندنا في مجتمعنا. إذا نروحوا الجزء الثالث اللي هو كيفاش العلاقة والدراهم في نفس الوقت، كيفاش نوفقوا بين العلاقة العائلية ودراهمنا في نفس الوقت. القاعدة الأولى تقولك ما تسلفيش مبلغ ما تقدريش تخسريه نهائيا. إذا عندك ذاك مبلغ هو راس مالك وحاسب ليه تخسريه نهائيا، يودي ما تسلفيش، اعتذري وفقط محتاجاته، ما عندي إصلاح به إكسترا. القاعدة وثانيا اعتبري كل قرض عائلي كأنه هدية محتملة. معناها كما نقولوا إذا سلفتي خوك وما رجع لك شيودي، اعتبري باللي راهو الأولى بالمعروف، وسلفتيه ومش قادر يرجع، وخوك مش راح تخسري على جال دراهم. هذه لازم هكذا ما تضريش نفسيا وماليا. القاعدة الأولى: ما تسلفيش مبلغ ما تقدريش تخسريه نهائيا، يعني اعتبري كل قرض عائلي كأنه هدية محتملة. قلنا إذا رجع مليح إذا ما رجعش ما تضريش ماليا ولا نفسيا. القاعدة الثانية: حطي إطار زمني واضح من البداية بالكلام على الأقل. تقولي نقدر نسلفك ونحب نعرف تقريبا وقتاش تقدر ترجعهم. هذا السؤال البسيط يتفادى بزاف الغموض تاع هذا الموضوع تاع السلف. القاعدة الثالثة: اكتبي ولو في نوت في الهاتف المبلغ والتاريخ. هذه ماهيش علامة عدم ثقة، هي أداة حماية للطرفين. منها بزاف خلافات تنشب لأن الواحد يتذكر المبلغ والآخر يتذكر مبلغ آخر. مثلا انتي سلفتي وما كتبتيش المبلغ اللي سلفتيه، تقولي سلفت كذا ويقولك لا سلفتيني كذا، كما هاك ما توقع مناوشات أكيد. القاعدة الرابعة: كيفاش نتعامل إذا كان طرف إذا كنت الطرف اللي ما يرجعش الدين. أنا نحكي عليك تيا، إذا كما نقولوا تيا
سلفتي ما قدرتيش ترجعي في الوقت، أحسن حاجة ديريها هي الشفافية كامل. كلمي الشخص اللي يسلفك وفسري له وضعيتك واقترحي حل ولو جزئي، معناها قولي له رد جزء من المبلغ ولا نزيد كما نقولوا نديروا جدول جديد، كما نقولوا نقترحوا من نص المبلغ ولا ربعه ولا إكسيتيرا. هنايا الصمت والتهرب هو اللي خرب العلاقة أكثر من التأخر نفسه. والناس يتفاهموا الظروف الصعيبة لكن ما يتفاهموش الاختفاء والتجاهل. هنا كما نقولوا كي تحكي بصراحة مع سيد هاي ما تعودي تحاشيه في العائلة، ما تعودي كما نقولوا تتحرجي منه ما حتى حاجة. قولي ودي أنا ما قدرتش نمد المبلغ كامل، واش رايك نعطيك نص وهذه المرة نص الآخر، واش رايك نقسمه على أجزاء نعطيك كذا على كذا من شهر، وش نية تلتزمي فقط بهذاك التقسيم على الأقل ما تزيدش تخسريه مرة أخرى. إذا الخاتمة في الأخير القرض الحسن يبقى من أجمل قيمنا كمجتمع، اللي هو التكافل بين الأقارب، حاجة نفتخر بها طبعا، لكن باش يبقى حسن يبقى قرض حسن فعلا خاصو يكون بوعي وبوضوح وبحدود صحية. المرة الجاية اللي تفكري تسلفي ولا تطلبي قرض تذكري العلاقة تستاهل أكثر من أي مبلغ، والوضوح من البداية يحمي العلاقة ماشي الصمت. إذا كما نقولوا هنا معناها ذكري ما تخسيش صاحبتك على جال دراهم، كون تصيبي ما تسلفيش من عندها سلفي من جهة أخرى ما تعرفيهاش، حتى إذا ما قدرتيش ولا طولتي ما تخسيش صاحبتك. ثاني في العائلة كما هاك نحكوا العائلة وديري ثاني مبدأ أنه هدية أو لا، الأقربون أولى بالمعروف، معروف عليك وعلى صحتك وليداتك. كما نقولوا حاولوا هاك توازنوا هاك وهاك. وفي الأخير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم.